اخوانا الاعزاء الكرام، يعاود لكم ابو دلف من جديد بهذا المنظر اللطيف الجميل. مو لطيف يحيى، لا لطيف جميل. تفضلوا اخوان، شوفوا، حياكم حياكم حياكم. هنا كل من ملتهي بحاله وما حد له علاقه، مو مثل لطيف يحيى قاعد على المساعدات، على الرعايه الاجتماعيه، يفشر على هذا ويجيب هذا ويحط هذا، ونصاب محتال، لا هو عدي ولا شايف عدي، ونتمنى انه يطلع لنا صوره واحده هو وعدي. اخوانا الاعزاء الكرام، صار يومين 3 ايام اهل لطيف يحيى اتصلوا بي ويعتذرون، وراح تسمعون البصمه اللي دزوا لي اياها. واتصلت بي والدته، وعيب اطلع ما جرى بيني وبين والدته، زحمه، مره محترمه، وعاهد انا ام لطيف، وعاهد عائله لطيف، انا بعد ما لي علاقه بكم، علاقتي ويا هذا المنبوذ لطيف يحيى. وعاهدكم اخوان، عاهد اهلهم، لان ناس محترمين وطوني بصمه وقالوا نصاب وساقط. احنا نريد منجزات عمر، لان حتى اهلك ذكرونا على عمر، قالوا واحد بتاع كله يخرط. زين انت من جاي تحكي على المراجع وعلى الشيوخ وعلى الرؤساء وعلى المدري منه، احكي لنا على ابنك عمر. قل لنا شنو انجازاته بام بشرى، وبشرى وين تعرفت عليها، وشنو كان علاقتها ويا الله يرحمك عدي. كانت تخرط مو ولك تحكي على العالم وانت تخرط، ونسوانك اللي ماخذهن كلهن بتاع اباحيه وشغلات مو زينه وافلام. يعني ما ادري، يعني انت شنو جاي. انا بالنسبه بعد ما احكي لا على امك ولا على لك، وياك النوب ويا نسوانك، تفتهم. اتمنى انه يعني تحكي لنا على ابنك عمر، يعني انجازاته نريد، اهم شيء انجازاته الخالده. شنو قاعد يقدم بالمانيا ويامن؟ قالوا هم مرافق له واحد مصري وهم دا يشتغل عليه. الله يصلح شأنك يا لطيف، وتاخذ مساعدات زينه. زين اخبار المعامل مالتك، هاي معمل مال قندر على راسك ومعمل مال اربطه، تقول عندي معامل نريد نشوفهن وين، اعطينا مواقعهم بالجوجل حتى ندخل نترك لك فد يعني اثار حلوه ونسال عنك، نسوي لك دعايات. ولك اتحداك اذا عندك شعب مال قندره على راسك، اتحداك. اخوانا الاعزاء الكرام، اليوم نعاود لكم على الكذاب الثاني حميد عبد الله، اللي مدير الكذب. اي واحد عنده كذب، عنده كتاب، عنده شيء، خلي يوديه على حميد، وحميد يروج له. اقسم لكم بالقرآن انه سعدون صبري اللي انعدم في قضية الصدر شخصيا قال لي هذا كان عميل عند الجانب الخليجي، الدولة المجاورة للعراق، قال كان عميل عندهم، ومعلوماتنا عندنا هيك بالدائرة وكنا نتابعه. اقسم لكم بذات الله. ومن راح على سعدون صبري واجهه بالمعتقل، يعني ما ادري شلون خلوه هو هذا المنبوذ، خلوه شلون يطب على شخص متهم بريء، ادري شنو هو يدخل بالسجون. قال له سعدون، قال له نعم اعرفك، بس انا جاي اقول له ترى سعدون صبري شخصيا الي قال لي هذا كان يشتغل في ويا دوله خليجيه مجاوره للعراق، ما اريد اذكرها انتم تعرفوها. نعم فهمت. فهذا هسه مطلع له على اساس دكتور شاكر الجنابي، اللي هو كان دكتور الرئيس الراحل صدام حسين رحمك الله. يابا عداي، يابا ايش قد ناس طلعت تكذب باسمك. اخوان، اتصلت بعائله الرئيس، واتصلت بالدرجه الاولى، الحلقه الاولى المقربه لصدام حسين، واتصلت بالمرافقين اللي اشتغلوا ويا الرئيس العراقي من زمان، اشتغلوا وياه. قالوا ما نعرف دكتور شاكر الجنابي ابدا، ولا يوم من الايام هذا اشتغل ببنسينه. هذا الظاهر يعرف له واحد ومسولف له ومسوي له كتاب، واليوم يقطيه هواي مثل لطيف وغير لطيف. هذا الشبيه اللي يقول انا شبيه، اتحداه يطلع صوره هسه ويا الرئيس، هو هذا شاكر، يقول انه على نهر الوند شاف ودوه بطياره، والرئيس 20 دكتور جايب على مود هو يعاطس. اتفضل يا منبوذ يا ابن المنبوذ، يا كلب يا ابن الكلب، على هاي السالفه اللي لقيتها من شاكر الجنابي ومن اللي يروج له. اخوان، اتصلت بعائلته، اتصلت بالمرافقين وياه، قال مره واحده راح على نهر الوند، راح زياره الرئيس،
قالوا انا كنت رافقه هذا الشخص. اخوان 3/4 المرافقين الويا الرئيس العراقي ومع عائلته والمقربين منه بالدرجه الاولى من عائلته ترى يتصلون وياي. خوش وناس يعني ما عندهم مصلحه بالكذب، الوش قاعد يكذبون. فاخواننا الاعزاء هذول ناس ساقطين وكذابين. اسمعوا، و20 دكتور يابا، دكتور الرئيس الراحل صدام حسين بالانف والحنجره هم معروفين، محمد الموسوي ومزهر الدوري وجلبار، دكتور واحد اسمه جلبار، هذول الدكاتره مالات الرئيس. وثم اتصلت بالناس المقربين إله، كلش مقربين، قال الرئيس العراقي ما يروح للمستشفى مال ابن سينا، يروح فقط اذا كانت عنده اشعه، يروح إلها اشعه لان اجهزه الاشعه ما يقدروا ينقلوها. اما اذا يريد هو يريد يروح، يعني يريد دكتور يروح واحد من ولد او يخابرهم يجون له، هم يجون في مكانه وين هو موجود يجون. ثم يعني يقول مره واحده جبنا 3 دكاتره كان عنده ضغط يصعد وينزل. بالمناسبه صدام حسين ترى ما بي اي مرض، انا اقول لكم عنده بس ضغط يصعد وينزل، هذا بس الضغط، وياخذ حبوب وياخذ حبايه مال دم اسبرين ياخذها ام 300 بالاسبوع، ياخذ 2 اسبرين ام يعني جاي يعطيكم فد شغلات ما حد يعرفها وما حد ذاكرها. واللي كان هو اللي يزوده وهو اللي يجيب له الحبوب. خوش حتى بعد احتلال العراق شخص كان طبعا ما ظاهر على الشاشه ولا موجود، مو مثل سلوان وغير سلوان ومدري، لا ما ظاهر على الشاشه وما حد يعرفهم، هم 3 كانوا يراجعونه. فاخوان هذا الكذب شنهم بيه؟ خوش قلت له من وين جبتوا الادويه من بعد الاحتلال؟ قال اشتريتها من الشارع السعدون، صيدليه اشتريت من عندها. فاخوان هذا الكذب اللي جاي يسوونه هذا حميد، هذا النصاب المحتال اللي كان وكيل بالامن العامه بشعبه الاعلام، يعني هذا سربوت شقلكم عليه، حتى السربوت اشرف منه. لك انت كنت وكيل بالامن، والله ينطي نعيم حداد اللي سوالك الهويه مال الاعلام، والله ينطي الاعلام اللي طوق كتاب ودخلت بكليه صدام العلوم الاسلاميه، لان ما كان احد يدخلك بيها الا من عنده تزكيه. لك انت ما تستحي، ما تخجل، متزوج لك 2 نسوان، وحده تشتغل على السعوديين ووحده تاركها بالعراق، وابنك يهمبل، وهسه تشتغل ويا الحكومه العراقيه وتشتغل تحكي لايران وتزكي بايران. لك انت حتى الكرته اشرف من سالفتك. اخوان هذول الدكاتره. ثم الرئيس العراقي كان من يطلع اي مكان يطلع مثل ما يقول هو وراح النهر الوند. اخوان هاي بالمناسبه راح اقول لكم ترى عنده مستشفى متنقله صدام حسين، سياره مستشفى متنقله بما فيها دكتور التخدير، هاي تطلع وياه. يعني حتى حكيت وياه قلت له من رحت فلان مكان فلان مكان، قال تطلع قدامنا هاي السياره. والدكاتره يطلعون ذول ال3 يطلعون بسياره لاند كروز، يطلعون. مثل سالته من راحوا للبصره قال نعم طلعت السياره قدامنا، والدكاتره طلعوا شو اسمه بلاند كروز، وسياره من عندنا ترافق الدكاتره. قلت له زين من يريد يسوي تحليل شلون؟ صدام حسين من يسوي تحليل؟ قال اكو شخص اسمه ابو احمد يعرفونه الاخوان بالقصر، يعرفونه بابن سينا. قال اخابر ابو احمد، اقول له تعال تعال انه يعرف هو انه اكو راح يسحب دم من الرئيس العراقي صدام حسين يفحصه. قلت له السلنجات شلون والصوندات قال كلها من عندنا، يجي هو بطرق روحه، كل شيء احنا عندنا محطوط بغرفه صغيره هاي خاصه للرئيس العراقي، ادويته شغلاته ما ادري شنو، هاي الامور الطبيه مالته، حتى السماعه اللي يفحصونه بيها للقلب، هاي السماعه مال دقات القلب قال كلها من عندنا، جهاز الضغط كله من عندنا. الرئيس العراقي محاط احاطه امنيه كامله، لان اذا تتذكرون بوش قال ما قدرنا نوصل للحلقه الضيقه مالت صدام حسين. وفعلا حتى الكلب ياكد لي
قال لي ما قدروا يوصلون للحلقة الضيقة مال صدام حسين، ولو قادر إلى كان ضربوه من سنة التسعينات. اخوان حتى كان السيارات اللي ترافقه ما كان تجي بالمكان اللي هو بيه، تنذب بعيدة عن المكان وتنذب جوا شجر او جراجات تنحط بيه السيارة ويجون مشي. فيا اخواننا الاعزاء، هذول الكذابين اللي قاعد يطلعون يسوون كتب يالفون، هواي تسالوني ناس تقولوا ليش انت ما تسوي كتاب؟ انا ما اريد اصير كذاب مثل ذولي. حتى لو شوف، حتى لو انا يعني صادق، واكون صادق لان انا شغلات شايفها، انا ما شغلات تسمعها وشغلات، يعني احكي التاريخ اللي انا شفته قبل الاحتلال وبعد الاحتلال. زين، احكي اللي شفته انا. بس هذول الناس، يعني هذول الناس موجودين المشتغلين ويا صدام حسين، قاعد يقولون هذا الدكتور شاكر الجنابي واحد كذاب ابن كذاب ولا نعرفه ولا موجودين. حتى اهل الرئيس نكروا وقالوا ما شايفين هيك شغل، هيك واحد. زين انت ما تستحي يا مسوي كتاب، انت طالع وتجي تحكي وتقول هيك قال وهيك قال، ولك انت كذاب وشاكر الجنابي اكبر كذاب بعد. مثل ما النزار حمدون من طلعته النزار حمدون. ولك شوف، لك رساله انا من زمان قالوا لي الولد في الجهاز الامني. شوف خليني اقول لك ما النزار حمدون شنو الموضوع مالته. اعطيك اياها هاي لاول مره راح اشيل لك اياها. نزار حمدون وصلت معلومه للرئيس انه زوجة نزار الطقطق، نعم، واذا هي طلعت واكدت راح اعطيها بالاسم واعطيها بالتسجيل الصوتي، موجود كل شيء موجود عندهم الولد ماخذين بيوتهم. فالرئيس احتراما للنزار حمدون واحتراما، رجل هو محترم وما اشاب اي شيء للرئيس العراقي، فقال راقبوها مثل من راقب الخزرجي. نعم، وانا اعرف منو راقبها واعرف كل الزين، واتصلت بالحلقه الضيقه لهذا الرجل واعطوني نفس التفاصيل اللي شرحوا لي اياها. فلقوها تخرط ويا واحد موظف كبير بالخارجيه العراقيه. نعم، وضبطوا لها كل الامور. فالرئيس احتراما للنزار ورجل ثقه موجود في الامم المتحده قال هم بلغوها، خلي تكض روحها وتقعد وتسكت، لا كل شيء نوديه الرجل. فلهذا بقت حاقده على صدام حسين وظلت تسوي مذكرات وتقول هذا زوجي قال هيك، ويكذب وتكذب. نزار ما حكى على الرئيس، ونزار رجل وطني وشريف ما يحكي الا الحق لحد ما مات. شفتوا اخوان؟ فهاي عندها ثار وين الرئيس، وهي اذا ما راح تقعد وتسكت راح اطلع لها كل ما جرى هي وهذا الموظف اللي بالخارجيه كان بتاع كله انت وياه. فاهمين؟ منو يروج لهم؟ هم حميد عبد الله. لك حميد عبد الله، ولك استحي يا نذل. انت روح طلع لنا المدام شو تسوي السعوديين بعمان، هاي طلع لنا اياه. اوكي، وحق الرد مكفول. انا من احكي وياك يا حميد كل شيء موثق عندي، انا ما اسمع حكايه وهاي، لا توثق عندي وببصمه صوتيه وياخذوها حتى باشر واقول لك هذا الموظف، هذا المسؤول، هذا المدير العام. تفتهمني؟ كنت جاسوس، كنت واحد وكيل بالامن، هسه قلبت صرت ويا ايران، قلبت صرت ويا الحكومه هاي الطاق ماكو. ولك استح على روحك واخجل على نفسك وطلع الصحيح. زين اخوان، فكل شيء يطلع حميد هذا كذب. نرجع على الاخت طيب سامي اللي هي وزيرة المالية الان. انا جيت وزارة المالية، انا ما حاكي عليها ولا قايل لها اي شيء، بس هي نعت انه الاستاذ ضياء الخيون الله يرحمه، هذا الرجل المستشار وزير المالية الشريف النزيه اللي مات وحتى جواز سفر عراقي ما يملك، وسووا عليه امر قبض ودزوه عن طريق الانتربول ودزوه لعمان. وتعرفوا القضاء الاردني ما لعبه ولا حد يقدر يتدخل به، فما طول جايين عليه امر قبض فقال لهم اعطوني الضباره. القضاء الاردني كتب للقضاء العراقي قال لهم اعطوني الضباره ادرسها، اذا طلع هذا صدق انا اسلمكم اياه، واذا طلع انه يعني هذا كذب ما شو اسمه. اخوان، الموضوع اللي ضياء الخيون محطوط عليه شنو؟ اكو واحد اسمه صهيب ابوه وكيل وزير الصناعه، كان رافع العيساوي صاحبهم،
فحكاه هو استاذ ضياء، وهو ترى بالمناسبه قبل 20 يوم كان يحكي وياي الرجل، ويعني مقهور كان، ترى ما تقهر هذا الرجل، يعني ظلم، وهو رجل نظيف والله نظيف. المهم وطلب من عندي انه اتصل بطيف، وانا ما اتصل بها. قالت تسمعني، خل تسمعني، انا ما اتصل بها ابدا. قلت له والله ما عندي رقمها. طاني رقمها ودزيت لها رساله، وشافت الرساله وما جاوبت. شنو كنت طالب من عندها؟ الاستاذ ضياء كان مشمول بقرار العفو، نعم، بس رادوا كتاب من الوزاره للمحكمه وما قبلت تزوده. هسه تنعيه وتوصفه انه هذا الرجل النظيف الهاي، ولك مو انت كنتي موظفه عندي، وكانت غرفتك 3 غرف عني بصف عزيز جعفر، هذا اللي مرته تحلق الامريكان، مرته هذا عزيز جعفر، الي حلقه وياك عزيز جعفر، اصبر. كل الفلوس اللي حولتوها من ارصده العراق المحجوزه برا كانت انت وابن وزير ثاني ايراني اللي اشتغل في وزاره الماليه، كلها راح اطلعها عليك، كلها راح اطلعها عليك. ايه، هذا عزيز جعفر مرته كانت حلاقه مال الامريكان، يجون ذول المستشارين ياخذهم للبيت، فهمت شلون؟ وحكى عليها مره الاستاذ ضياء الخيون، مرته حلاقه مال الامريكان، شوفوا شلون عاريه، على مود عودك شنو يتوسطوا له ويخلوه في منصب زين، لان هو كان انسان منبوذ في وزاره الماليه ومطرود، اخر ايام انطرد في وزاره الماليه. مرته حلاقه الخسيس هذا، وياخذ الامريكان قدامي يروحون يحلقونه. فكان هاي البنيه طيف كانت موظفه بسيطه بالموازنه، مدير عام الموازنه الاستاذ حازم موجود حي ويرزق، انسان محترم وقور، رجل كبير. فاجى يطلع تقاعد وشاف هالشغله، شافها مشلته، فاجى علي قال لي انا اريد اقدم تقاعد وسني موجود. فصلاحيه الوزير يقدر ياجلها 6 اشهر ويقدر ياجلها سنه. فقلت له استاذ حازم، انا انسان وقور، رجال كبير، شعراته بيض، يعني محترم. قلت له استاذ حازم، الوزير عنده صلاحيه 6 اشهر وسنه، ليش ما اخليه يمدد لك سنه؟ قال لي لا، الله يخليك، الله يخليك اخوي، طلعني، لان هاي الشغله مزعطه صارت، وانا رجال كبير بالسن واريد ارتاح. موجود حي يرزق استاذ حازم اللي هو جيران طيف سامي، ترجاني. فاجا قاعد يمي شرب شاي وطلب من عندي، قال لي اذا تردوا لكم مدير عام للموازنه خلوا طيف ما كانت درجه مدير، موظفه بالموازنه بعدها صغيره كانت. بس انا اقول لكم البنيه شاطره وذكيه وتفر الوزارات، يعني ولا هي كانت اقدم وحده بالموازنه، لا مو كانت اقدم وحده بالموازنه. يوم من الايام طلب مني وزير الداخليه الفريق احمد كاظم بالوكاله كان، وكان وزير الداخليه موجود ولد بصراوي، طلب مني فالشغله. فانا ما احب ان اقوم من ميزي اروح انا افتر على غرف المسؤولين، اللي يريدني يجيني. بس اكراما الفريق احمد الله يذكره بالخير، الرجل الطيب المحترم النظيف، هم حاربوه. طلب من عندي 3 دلل، سوي لي كتاب، سوى لي كتاب، دزوا لي ابيد مدير مكتب، كان ولد يمكن هم عقيد. اخذت الكتاب ورحت على استاذ حازم، قلت له اخوي هاي مال وزير الداخليه بالوكاله، واريد ان هاي الشغله تسووا لي هي قانونيه، شغله قانونيه، بس كتابنا وكتابكم بس وين تجي بسرعه بالايد. فاستاذ حازم باوع الطيف، وطيف قالت له خلاص مشيها. والله مالت الله مشتها وبذكاء وبسرعه جدا، يعني خلال نص ساعه اعطتني كتاب الجواب. فشاهد كلامنا يا تعرفت عليها طيف ورشحتها بسفره سفرتين، وكانت من تريد تطلع 6 طيف، هي هسه راح اقول لها 6 طيف، كانت من تريد تطلع تروح للقصر للامريكان تسوي الموازنه، تستشيرني وتقول لي راح اطلع، ووافق لها يلا تطلع، ودز السايق اسمه حسان وياها، وما زال حسان وياها بالمكتب. قالوا لي هم زعلت عليه ونقلته وهسه بالمكتب خالته، ويسمعني حسان خوش، ويعني اكرمتها. وقلت لها اذا ما عندي سياره اخذي، اعطيتها بيك اب جديد، وانا يعني وجبتها بما يعني شفتها هي شاطره. ولما ما طلع استاذ حازم طلع من الوظيفه، وحنا الرجال على التقاعد بناء على طلبه، يعني هو عمره ماشي.
فترجاني انه قال لي خلوها هي ترى هاي 7 وتفتهم. باوعت التأهيل مالها يعني مو ذاك التأهيل، يعني ما صار لها هواي، اكو اقدم منها. فخابرت الاستاذ ضياء الخيون، قلت له رايك بهاي؟ قال لي خوش موظفه وزينه وسماعي عنها نظيفه وهاي اوكي. فتت على الوزير قلت له عندنا هاي البنيه نحطها هي بمكان استاذ حاسم. خوش، وحطيناها، صدرت لها امر مدير عام الموازنه اللي اهم دائره في وزاره الماليه وفي العراق، هي اللي تمنح كل شيء للعراق هاي الموازنه. وسويت لها ورتبت لها وصارت مديره عام الموازنه. خابر دزيت لها رساله على مو ضياء الخيون، اقسم لكم بالله يا اخوان باوعت الرساله وما حكت اي شيء ولا قالت اي شيء، وحد هذا يومنا هذا. وخابرني الاستاذ ضياء الخيون الله يرحمه، وقلت له نفس الشيء، قلت له يابا ذول ناس معناتها صاحب صديق. بعد هي ركضت على الامريكان، تالي النوب ركضت على الاحزاب. فانا ما اريد اطلع يعني الحكي اللي اعرفه واللي ما اعرفه واللي ما ادري ايش واللي سمعته، بس جاي اقول لكم الناس هذول ما عندهم لا وفا ولا صاحب ولا صديق. يرحمك ربي استاذ ضياء الخيون على نظافتك، واشهد لك بالله انك نظيف، عشت نظيف ومتت نظيف، وانت ما عندك اي شائبه. اللي سوى هاي الشغله واللي نطى السلفه هو وزير الماليه الاولي اللي صدر عليه امر قبض وانحكم 6 سنوات 7 سنوات، وتالي ما تالي سووها تسويه سياسيه وتدخل بها المالكي وجابوه رافع، حطوه هسه موجود هو يروح ويجي. واستاذ ضياء الخيون اللي طلب من مدير البنك الزراعي اللي مات هذا الخفاجي، قال له حسب السياق تاخذ من عنده جارنتي مال البنك انه هذا يسدد المبلغ، وتاخذون من عنده ارباح. رافع العيساوي نطاها بدون ارباح ونطاها بدون كل قيود ماليه، ولحد هذا اليوم ما حد سدد المبلغ. تفتهمون؟ وهو طلعوه رافع اللي هو سوى القضيه، وهو اللي هذا طاحت براس استاذ ضياء الخيون ومات. هذا الرجل ما عنده جواز سفر. حتى سالته انا قبل 25 يوم، كان عندي اتصال انا وياه وبقينا حوالي نتحدث انا وياه حوالي 3/4 ساعه. كان يعني حيل مقهور ويريد واسطه الطيب سامي. وهسه طيب سامي تنعي امام العالم انه تنعي الاستاذ ضياء الخيون بوفاته. بابا رجعي حقه هذا الرجال وحق عائلته. حرام عليك، حرام عليك يا طيف، انت باكر عقبه طالعه وما باقيه بالوظيفه. سوي زين، الله يسوي لك الزين باكر عقبه. اخوان حياكم الله، وانا يعني خاف اتاخر عليكم لان انا رجال اشتغل واكل بحقي، ما مثل لطيف يحيى قاعد على المساعدات الرعايه الاجتماعيه ياخذ ويطلع لي انا عندي شو اسمه وعندي هيك. ولك لطيف كبس اوكي. وجزء من هاي سوالفك تغلط على الاعراض وعلى النسوان وعلى العوائل وعلى الناس. شوف لنا عمر شنو منجزاته. اخوان حياكم الله، ويعاود لكم ان شاء الله بحلقه جديده في مال الله. أولا حبيبي شلونك؟ شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير، عساك طيب. أبو دلف أحد أصدقائي دز لي مقطع يبين بي المدعو اللطيف اللي هو أخوي مع الأسف قاعد يسبك ويغلط عليك يا أخوي. فأخوي أنا آسف، هذا إنسان عار، شو أسوي له؟ فاشل ساقط، واحد كذاب نصاب ما عنده سالفة غير طعن بالإعراض والشرف، مثل هذا مصطفى السند ما عنده شيء بس يسب العرض ركض والدين فهذا أخويا من دي سوى والدتك أنا أعتذر بك، أنا أهلي والله، بس ترى حتى أهلي مقاطعي أخويا، ما عليك علاقة بالحكي. اللي يقول أنا سمعت يقول أحكي أمي أوكي، هي أم من يخبرها يتوسل بيها الله يخليك وانا ابنك ومريض وما احتاج تحكي وياي تسلمين عليه فتسلم عليه عادي. ام ما اقدر اقولها لا، اما يقعد يغلط خليه يغلط. انا صار لي فتره ما سمع صوتك يا اخوي، لا انت ولا ابو مريم الحيالي، تحياتي الى الرجال هم غايب. اخوي هذا انسان فاشل كذاب، لك يابا لازق نفسه باستاذ عدي الله يرحمه، مواليد 64 لطيف 68، لطيف جندي هارب ما كان الا غير شيء كل شو ماكو. واللي يقول لك غير هذا الشيء كذاب.
جيب واجهني. أول الرجال يتواجه ما يتواجه مثل النسوان يعيط من ورا الباب، خليه. فأخوي تبلغ تحياتي لوالدتك وبوس إياها من إيدها ومن راسها، وأنا لو أقدر أبوسها من رجلها، هي مثل أمي. أنا أعتذر، مو لأنه لطيف أخويا، لا، إحنا ترى ما نعرفه لطيف، ما نعرفه، الله وكيلك ما نعرفه، من هزم من 90 هسه إحنا 2026. التقينا بيه بال 2004 بعد الاحتلال مال بغداد بعمان. خاف يقول لك اهلي عن كنت اصرف عليهم، ارجع باللي برجلك، لان من رحنا سوريا 3 سيارات رحنا، انا بي ام دبليو، عمري بي مرسيدس دوب، وجوتيار بي ام دبليو. هو قال وحده كانت 95 بالحصار. خير من الله ابوي عافنا، احنا ما محتاجين كذاب، واحد كذاب ناقص حرامي مخوش ادمي نصب علي يعني باقي فلوسي. خلي ولدي. فالموضوع تافه، وهذا الشخص يدور مشاهدات، يغلط عليك حشاك ويغلط على فلان وعلى فلان وعلى فلان، حتى يجي يسوي لك موضوع ويقعد يحكي اني ترى كذاب، هم بالفارغه دوش ما كذب، كل شوي تقبض منه لا حق ولا باطل. رايح البريطاني مغير اسمه، روح غير اسمك، شو اسوي لك؟ ما نعرفه، احنا اللي يجمعنا به فقط الاب والام. ما نعرفه. هو لو شريف ما يقبل الغلط على امه، بس هو يتاجر بعرضه ويتاجر بامه، ايش تترجى منه؟ واحد زباله. فخاف يقول لك هذا تسجيل قديم. لا حبيبي، قبل يوم كانت اللعبه مع المنتخب العراقي، وكانت يمي بالستة الصبح انا قاعد اتفرج اللعبه بالنمسا. فاليوم كنا 4 بالشهر، 4 26، حتى لا يقول لك تسجيل قديم. لا ابوي، ما خايف من شيء، من منو اخاف؟ لا تخاف من احد، ما خايف من احد. فاني المقطع انا وصلني مقطع صوتي يعني فيديو، انه هو قاعد يحكي ويغلط عليك، لانه انا ما امشي بكلام المرسل، انا ما احب اسمع، احب اشوف بين الصدق والكذب 4 أصابع من الاذن للعين. فيا اخوي انا اعتذر لك يا عمي، مسح بوجهي، ولو انا صار وجهي ما مسح له، هذا واحد اسمه لطيف يحيى اللي هو اخويا، انا اخوي عمر يحيى لطيف. اعتذر لوالدتك اللي هي امي وابوسها من نعالها مو من رجلها. فاخويا مسح بيه، واحد كذاب ناقص يتاجر بعرضه وبشرفه، كل شيء توقع منه، احنا ما نعرفه. هو طالع من ال90 ما نعرفه، طلع ويا بشرى صاحبته، وخلط منه واحد اسمه عمر، وعمر ده نشوف حسب ما نسمع ونشوف انه جاي احنا، فالله دي يطلعها بيه بس بطريقه غير مباشره، فمن علاقه. المهم حبيبي، حبيت اسلم عليك، انا شفت الفيديو وقلت اعتذر لك وسلم لي على ابو مريم همينه، وصرنا هواي ما متحاكين، لا انا وياك ولا هو، الرجال عزيز وتعزيز وغالي. فهذا الشخص ما يمثلنا، يمثل نفسه واحد فاشل زبالة. خلي يولي يحاول يستفزك، يستفزني، انا ما ارد عليك، خلي يولي. انا يطلع لي باليوتيوب اقتراحات، اسد الصفحة مالته واروح ابلغ عليها، اسميه تحرش جنسي لليوتيوب، اقدم شكوى. ما ما له علاقة بي ولا اريد اشوفه، بس صديقي نزل مقطع اللي ذكر بي انه قاعد يغلط على والدتك وشرفك، فامسحها بي يا اخوي. اوكي، تقبل تحياته، الف مبروك فوز